لعبها باتجاه محمد السلهوب، ضاعت على محمد، يحاول الفرج يمرر، يسل. هذه هي ان شاء الله. برافو يا ولد يا هرماش، والحقيقه انه احلى من الهدف التمريره. برافو يا كابتن، حلوه وجميله التمريره واحلى منها الهدف. اذا هرماش يسجل للفريق الهلالي هدفا استثمر به السيطره الهلاليه على مجريات اللعب. حلوه، شوفي عاده سيطره جميله على الكره هنا من سلمان الفرج، وتمريره ولا احلى، يعني تمريره فوق. برافو هرماش وبرافو يا سلمان. اذا الهلال يتقدم. الهرماش لاعب لانس الفرنسي ولاعب روزالا البلجيكي، 25 سنه، متر 77 ووزنه 88، وبالتالي الهلال يتقدم. حلوه يا ولد يا لعيب، برافو عليك، تمريره احلى من الهدف، رغم انه الهدف مهم، ولكن الهلال هدف، الغراف ولا شيء. انه لا توجد هجمه ربما تكون خطره للغرافه عدا التسديده من خارج المنطقه التي جاءت من حامد. انتبه للمرمى. الغرافه يسجل التعادل في وقت ولا انسب، وهذا بالفعل ما ياتي. لأننا نتحدث كثيرا عن اللعب، نترك لخبرائنا. دييغو تارديلي سجل هدف التعادل. والله كان الغرافه زعلوا علينا يوم قلنا ما شفنا لهم شيء يذكر. شوف مساحه كبيره، معليش شرحي لي، هاتها يا ابني، هات هذه. يلا ننتظر الشوط الثاني. سالم الدوسري يعيدها للخلف الى الشلهوب. الشلهوب يتقدم وسط انتظار للمساندة، يبحث عن العابد، يمرر حلوة للعربي. هذا الثاني، يا عيني عليك، حلوة التمريرة الذهبية وحلو الهدف في وقته ومع أول لمسة. وينك يا العربي من أول؟ بالعربي الهلال يتقدم بهدفين لهدف، 2-1 لصالح الهلال بعد هذه التمريرات الجميلة والرائعة من الشلهوب. شوفي عادة يا حلاوتك، حلوة واللعبة، يا سلام يا سلام على اللعبة اللي دايرك ما والعربي كرة ملعوبة لنواف العابد، يبعث عن حلوة امام المرمى ومرت. يا عيني عليك يا زوري، برافو، حلوة من الزوري. قال انا غلط في التعادل، اجيب لكم الثالث، وبالفعل الثالث يسجله الهلال في مرمى العربي القطري بقدم عبد الله الزوري. حلوه، ترجعونك مدافع من الظهير وتجيب جول. والله برافو، مو سهل الزوري اليوم. حلوه يا عبد الله، انتبه يا مرشدي تطير عليك الخانه بعدين. اذا الزوري حلو يا سلام عليك يا ولد يا لعيب. هذه كره القدم، استقبل وشوت. فعل زي مباراة مع الشباب الاماراتي قادمة يجب ان يفوز فيها بعد توفيق الله. كرة عرضية خطرة جدا امام المرمى. كنا نتحدث عن المحافظة على المرمى، وبالتالي قلص الغراف القطري الفارق. كنا نتحدث عن المحافظة على المرمى، وهنا قلص الغراف الفارق الى هدف، وهذه مشكلة اليوم يعاني منها الفريق الهلالي. هذا صفر وجا في جول، وهذا صفر بعد ما جاب الجول. لم يفعل الغرافة شيئا لتسجيله. لعبة عرضية وجاءت امام المرمى الى 3-3. شوف ركلة جزاء. الغرافة والهدف الثالث يسجل العساس ليعلن عن التعادل بين الهلال والغراف القطري ب3 أهداف لكل منهما في مباراة نستطيع أن نقول أضاعها الهلال أكثر من أنه حققها الغرافة. هذا ما لدينا أحبتي الكرام، حفظكم الله أينما كنتم، وبرافو للغرافة، برافو للهلال. واللقاء إن شاء الله نأمل أن تكون اللقاءات القادمة أفضل للفريق الهلالي مما هو حاصل. دعواتنا للاتفاق وللأهلي بالتوفيق.